روك هو الممثل الأعلى أجرا في شباك التذاكر الأمريكي، ويتابع في صفحته حوالي 350 مليون متابع. تصل تكلفة الإعلان على حسابه إلى $1,800,000 للبوست الواحد. أخذ نفسه وراح سوبر ماركت قديم في الحي اللي كان ساكن فيه من صغره، وقال لصاحبه: يا أخينا، وأنا عمري 14 سنة زمان كنت محيرف وجيعان، وجلس لمدة عام كامل أجي عندك أسرق منك سنيكرز، وأنت مش عارف ليش كنت أسرق. لأن ما كان عندي فلوس في وقتها. وطبعا دفع قيمة السنيكرز لمدة عام، وحاسب لكل الموجودين في البقالة في ذلك الوقت، واشترى كيس سنيكرز كبير وطرحه للحارس وقال له: جيب حبة لكل من دخل السوبر ماركت في هذا اليوم. طبعا اللي يشوف الحدث هذا بيدور في ذهنه انه يا سلام، الدنيا هذه كيف ضحكت للممثل الضخم هذا، وكيف هو طيب وحب يكفر عن موقفه. بينما الناس العميقين في التفكير بيقولوا انه ذا روك انسان جامد جدا، لانه قدر انه يحول نقطة ضعفه اللي كان ممكن يعايروا فيها اصحاب الاقلام الصفراء ان تاريخه كان اسود وانه كان مجرد حرامي، الى حدث استغله لاخر حرف فيه علشان يستفيد منه ماليا. والحقيقة هو انه كل هذه الهليلة اللي حصلت ما هي الا عبارة عن اعلان المنتج اللي قال ذا روك انه جلس يسرقه طيلة عام كامل، لا بدله ولا غيره. طبعا الحساب الأكبر على الإطلاق واللي ما في أحد قدر يكسر عدد المتابعين فيه في الانستغرام هو كريستيانو رونالدو، اللي وصل إلى 500 مليون متابع للآن. رونالدو ينزل بوست الإعلان الواحد صورة فقط في حسابه بحوالي $2 مليون، بالرغم من أنه مش محتاج فلوس. هذا كريستيانو، لكن هو كذا عالم المال والأعمال، ساقية وتدور، بينتفع منها ناس كثير، بيحصل الكثير من العاطلين عن العمل وظائف وفرص عمل، وبتتسوق بضائع ناس كثير، وهكذا عجلة العمل تدور، واللي نجح يكون قدوة لغيره علشان يعملوا سعماه، أو على الأقل يعيشوا على الأمل بدل الغرق في مستنقع الفقر. مجتمعنا المنغلق تقريبا منذ قرابة 10 سنوات للأسف خلاص الأغلب نسوا إنه في شيء اسمه تسويق وتجارة وحياة لازم نعيشها ونستفيد منها بكل وسيلة، أفضل من مشاهدة إنجازات الغير والاكتفاء بمنشور بالفيس تقول فيه: يا سلام الله على بلاد أبو فلان كيف تطوروا. يقول الله في سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. ولم يقل أيكم أحسن قولا أو أحسن حسبا أو أحسن نوما. أنا شفت مقطع لأحد المؤثرين يشرح عبارة كتبها أحد سواقين الباصات على خلفية السيارة، وتقول: إحنا بطلنا اللي عطلنا. والفنان هذا من أقوى المؤثرين في الوطن العربي، قضى مدة طويلة يشرح معنى الجملة هذه علشان هو عارف إيش أهميتها. إحنا للأسف كل اللي عطلنا متمسكين فيه: السخرية والاستهزاء، التقليل من شأن بعضنا البعض، مع أنه بنمارس الذل بأوطى أنواعه إذا كان النموذج اللي ينجح من خارج نطاق مجتمعنا. إذا أنت شاب اعرف انك تمتلك اغلى كنوز الارض، واللي اي انسان يصل لمرحلة من عمره تكون هي امنيته الوحيدة، وهي الشباب. في مجتمعنا المنغلق للأسف اغلب الحاملين لوسيلة التواصل هذه بايديهم عبارة عن جهلة، وبيمارسوا الجهل وينشروه بأقوى قوة. لا وأيش إذا حاول أي إنسان أنه ينشر ولو قطرة من المعرفة علشان يسن سنة يقتدي بها غيره من الشباب، على طول نشوف الجهلاء ينشروا التلوث اللي بيخرج من عقولهم الفارغة، وبيكتبوا في تعليقات المنشورات بشكل مقزز، وهو فاكر أنه سمخ أو فتح القدس، وهو كل اللي يعمله أنه تلفظ بقليل من الألفاظ المتعفنة العالقة بجدار عقله اللي أكلها الصدى، لا تودي ولا تجيب. عموما يا غالين، لو جلسنا نقول من اليوم إلى يوم القيامة نقول للجهلاء: اكفلوا أفواهكم، لن نستطيع. لذلك ابتعد قدر المستطاع عن المتباكين على حالهم وأهل التذمر، واقترب من أصحاب الرضا الذين يشكرون الله صباحا ومساء رغم ظروفهم. أما بالنسبة للحسد والمتنمرين، اطمئنوا، الجحيم يتسع للجميع. الأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ.